السلام عليكم يا حاج، عندكم اكل؟ لا احنا حلاقين، اجيب لك مقص وفتله. يا عم موسم بقى، ما انتوا داخلين على العيد. يا استاذ انت داخل تهزر؟ اتفضل تطلب ايه؟ عايز نص فرخه مشويه. فراخ؟ وهتاكل معاها رز؟ لا طحينه. ليه تاكل طحينه مع الفراخ؟ عادي يا اسطى، ما اكل طحينه مع الفراخ، يعني هي الفراخ هتزعل؟ مش القصد، بس انت عارف في كام فرخه حرفيا بتكوكو من اذان الفجر لغايه ما تتذبح. لا الصراحه الفراخ عندنا ما بتكوكوش. الفرخه عندنا بيطلع عينها حرفيا بسبب ديك امها. مش عارف ليه حاسس انك بتقول حاجه حرام، بس مش لاقي دليل. هوب تلاقي الفرخه كل يوم تقعد تكوكو وتصوصو وتجري من سطح لسطح وتنط عمارات وتتقفش مع ديك ابن الجيران في عشه مفروشه ويتعمل لها فضيحه بالبطاطس، وكل يوم يتكرر نفس السيناريو معاها. هو ده فيلم الفنان محمد رمضان؟ وانت كل غرضك من الفرخه لحمها، نفسك تشوف لحمها، نفسك تاكله زيك زي قطيع المجتمع، نفس نظرته للفرخه عمرها ما هتتغير. لا احنا نظرة بيتنا غير. انا مره ابويا عمل من الفرخه حواوشي، محدش فيكم عمره بص للفرخه هي محتاجه ايه، كلكم بتقولوا انتوا محتاجين ايه من الفرخه. نتعشى يا صاحبي، محتاجين نتعشى. ليه بس ما تدوش للفرخه الفرصه الكافيه انها تعبر عن ذاتها، تخرج من عشتها، تفرش ريشها؟ هي مش طير برضو؟ يا عم انجزني، انا عايز اكل. عمرك حطيت نفسك مكان الفرخه؟ لا الصراحه ما بعرفش اكوكو. تخيل لو انت فرخه، كم واحد كل يوم بيحب يبص عليك وانت بتبيض، وفي وسط حزقتك تلاقي العيون بتغرغر حواليك. اخيرا شافوا انتصار مجبور على غيرهم مسلوب ارادتهم منه. بتحصل كل يوم وانا بركب بالمواصلات من السلام لرمسيس. ترضى حد يبص عليك وانت في الحمام؟ الصراحه مرضاش، بس ذنب امي ايه، انا جعان. لا وبكل استهانه، بعد ما سلبت من الفرخه حريتها ودبحت كرامتها ونتفت ريشها وقطعت لحمها واكلت طموحها، ايه هي كان نفسها تبقى ديك رومي، جاي بعد ده كله تغرق صدرها بالطحينه، والنبي مش مكسوف؟ ترضى حد يغمسك زي الفرخه؟ الصراحه لا، انا اسف لديك ام الفرخ. انا متشكر ليك انك اقتنعت الصراحه، وانت عشان انسان واعي ومثقف انا بقترح انك تاخد ربع كفته وتغمسه بالطحينه براحتك، يعني كده كده الصباع مش هيقول لا. طب والفراخ يا صاحبي؟ خلصانه والله يا معالي الباشا، اخر اوردر لسه طالع قبل ما تكوكو علينا. نعم؟ قلت ايه، ازود لك واحد طرب مع الكفته؟